السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده الاسباب اللي تخلي النرجسي يشوه سمعتك ويتهمك في شرفك. عايزين نعرف الاسباب ثم ان شاء الله نعرف الحل. تمام؟ زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه من اكتر الاسباب اللي بتخلي النرجسي يتهمك الاتهامات الفظيعه دي او يشوه سمعتك ان النرجسي اصلا ما عندوش تعاطف، ما عندوش ايثار. فلما انت بتيجي تتعاملي مع النرجسي بتعاطف، بايثار، راضيه بالقليل، راضيه ببروده العاطفي، راضيه بالعلاقه الزوجيه اللي اللي تكاد تكون مش موجودة أصلا، انت راضية علشان تفتحي البيت، عشان انت ست محترمة، علشان انت عايزة تربي الأولاد، فانت راضية 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 راضية. فطبعا بالنسبة للنرجسي ادام انت راضية بحاجة زي كده وعارف انك مش واخدة حقك في امور زي كده، فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان في مصادر تانية لإشباع الامور دي عندك. خلاص، ده وجهة نظر النرجسي المريضة. النرجسي لا يعرف الإيثار ولا يعرف الذوق ولا يعرف التعاطف. يعني هو مش هيقول ده هي ساكتة، ده هي مستحملة عشان هي ست محترمة، عشان هي مش عايزة تجرحني، علشان هي مش عايزة مثلا تتكلم معايا بأسلوب فيه جرح ليا. لا، هو مش هيفهم الموضوع ده. لا، هو هيفتكر ان حضرتك ساكته على بروده العاطفي وعلى حرمانك العاطفي من امور كتيره في حياتك الزوجيه معاه، بالتالي يبقى في مصدر تاني للاشباع. خلاص، ده اول حاجه. تاني حاجه، النرجسي منحرف. هو شخص منحرف، منحرف في افكاره، منحرف في سلوكه، منحرف في مشاعره. فبالتالي هو علشان يبان انه شخص محترم قصاد نفسه بيعمل ايه؟ بيعمل اسقاط. يسقط كل ما هو بذيء وسيء عليك انت، يسقط كل ما هو في ذنب وفي تقليل للقيمه وفي عدم اكتراث لقيمتك ولاهميتك، يسقطه عليكي. ليه؟ لان هو اللي بيتعذب. هو عارف نفسه انه منحرف جنسيا، وعارف انه بارد عاطفيا، وعارف انه، فهو بيسقط عليكي كل ده عشان يتخلص من الوجع النفسي والألم النفسي اللي بيعاني منه جراء هذه الأمور أو جراء هذه الأحاسيس اللي بيحس بيها النرجسي. خلاص، النرجسي هو شخص رافض لنفسه، هو شخص اصلا مش متقبل ذاته، وبالتالي بنلاقي ان النرجسي هو مش مؤمن بنفسه اصلا كرجل، مش ما عندوش اصلا ثقه في نفسه كرجل. عشان كده بنلاقيه دايما يميل للعلاقات النسائيه علشان يظهر لنفسه انه فعلا رجل، وانه فعلا ما عندوش برود عاطفي. بالعكس، ده كذا واحده معاه، ده كذا مش عارف ايه. حتى في منهم يصل الى حد الزواج على زوجته المحترمه، يتجوز عليها واحده ولا مفيش اي وجه مقارنه خالص. ليه؟ علشان يثبت لنفسه انه مش بارد عاطفيا. تمام؟ كمان من ضمن الحاجات اللي النرجسي بيخليكي برضو ممكن انه يتهمك اتهامات زي كده باطله. هو للاسف، انا طبعا النقطه دي انا بخص فيها بعض الضحايا الشخصيات النرجسيه، لا اخص بيها جميع ضحايا الشخصيات النرجسيه. في فئه من ضحايا الشخصيات النرجسيه مجرد انها سمعت انها عايشه مع نرجسي فهي لا تعطيه حقوقه الزوجيه كامله. تمام؟ وبتهمل في شكلها قصاد النرجسي، وبتهمل في تعاملها مع النرجسي، وتطبق عليه الصخرة الرمادية او التجاهل او كده. فطبعا النرجسي شخص شكاك. تمام؟ فمجرد انها بتمارس عليه التعامل مع اللي هو اسلوب الصخرة الرمادية او اسلوب التجاهل او اسلوب الصمت العقابي، النرجسي على طول بيفتكر ان في حد في حياتها، ان في شخص في حياتها. تمام؟ فأرجوكي، النرجسي أسلوب الصخرة الرمادية وأسلوب التجاهل هي أساليب لا تجدي نفعا مع النرجسيين نهائيا، إلا إذا كان نرجسي ظاهر
تمام، وانت ما عندك يعني مالكيش مصالح معاه، انت مستقله ماديا عن النرجسي، فبتبقي عايزه بس هتعملي اسلوب الصخره الرماديه لمجرد دفع الايذاء عنك، بس لمجرد انك انت عايزه تعيشي في هدوء. خلاص، لكن نرجسي انت ليكي مصالح معاه وبيصرف عليكي وتعملي معاه صخره رماديه، لم ولن يجدي نفعا اسلوب الصخره الرماديه مع النرجسيين. تمام. النرجسي زي ما قلنا هو شخص شكاك، فبالتالي ما ينفعش ان النرجسي يرجع البيت ما يلاقيكيش في البيت لاي سبب من الاسباب. كل المبررات اللي هتقدميها للنرجسي حتى وان كنت صادقه فيها فلم تجدي نفعا مع النرجسي. ليه؟ لان النرجسي شخص شكاك وكذاب، فهيكذبك يعني مستحيل هيصدقك. فالافضل ان احنا يعني نبعد عن الشبهات. خلاص، الافضل ان احنا نبعد عن الشبهات. ما ينفعش ابدا ان نرجسي يرجع البيت وانت مش موجوده في البيت، او كنت مثلا خارجه من البيت اصلا من غير اذنه لاي سبب من الاسباب. ممكن تكون اسباب طارئه او فجاه غصب عنك، لكن للاسف النرجسي مش هيلتمس لك العذر في نقطه زي كده. خلاص. طيب الحل ايه بقى؟ الحل في الكلام ده كله انك تحمي نفسك بالمجتمع. كل ما كان عندك علاقات اكتر كل ما كان يصعب على النرجسي اتهامك مثل هذه الاتهامات. تمام. ليه؟ لان اتهامك مثل هذه الاتهامات بيعرض النرجسي لفقد الضحيه. الناس هتزعل عشانك، الناس هتقول لا ما ينفعش انك انت تعيشي معاه تاني، فهو هيقلب على نفسه حاجات كتيره وهيفتح على نفسه ابواب كتيره للفقد. خلاص، واهم حاجه عنده انت، اهم حاجه انت مصدر الوقود عنده. خلاص، فبالتالي لما تحمي نفسك بالمجتمع هتقللي كتير جدا من اتهامات واهانات النرجسي ليكي. خلاص. طيب التطنيش، البرود. لازم تفهمي ان النرجسي لما يتهمك اتهامات زي كده وانت تواجهيه وتصرخي في وشه وتغضبي، اول حاجه النرجسي بيفتكر ان هو على حق بدليل انه وجعك. خلاص، لو ما كانش على حق ما كنتيش اتوجعتي. خلاص، فللاسف الدنيا يعني الامور النرجسي بيفسرها بهذا الاسلوب. فاهم شيء هو برودك، تطنيشك. خلاص، تتركي النرجسي لوحده. ده اكبر عقاب للنرجسي، انك انت تتركيه بمفرده. غيري نظام حياتك مع النرجسي، ان شاء الله تحبسي نفسك في غرفه النرجسي ما يعرفش عنك اي شيء. سياسه الاختفاء هي من اهم السياسات واسلم السياسات واكتر السياسات اللي تخلي النرجسي يلف حوالين بعضه وما يغلطكيش. هيقول ايه؟ قافله الباب على نفسها. ايه المشكله ان هي تقفل الباب على نفسها؟ ايه المشكله؟ مش هيقدر يغلطك ولا يطلعك غلطانه انك انت قاعده في اوضه لوحدك. تمام. طنشي النرجسي، خليكي بارده قصاده. الاختفاء بيخلي النرجسي يعني يعني بيبقى هيتجنن، حتى مش قادر حتى انه يسمع صوتك حتى. خلاص، ودايما لو هتسمعي النرجسي صوتك يبقى انت بتضحكي او بتهزري مع الاولاد، يعني معنى كده ان الكلام اللي هو قاله ملوش اي علاقه بيكي وملوش اي لازمه عندك وانت مش موجوعه منه. خلاص. ان النرجسي يكون لازم يكون في طرف ثالث بينك وبين النرجسي، شاهد على كلام النرجسي، شاهد على حياتكم، على طول انت بتتكلمي مع الطرف الثالث ده، والنرجسي متقبل وجود الطرف الثالث بينك وبينه. فحاولي ان الطرف الثالث ده شيء مهم جدا، هيبعد عنك كتير جدا من اذى النرجسي. النرجسي هيفكر مليون مره قبل ما ينطق وقبل ما يتهمك وقبل ما يتكلم معاكي باسلوب مش كويس. خلاص، لان الطرف ده هيبقى بمثابه ترمومتر بينك وبين النرجسي. هو بيقيم افعال النرجسي وبيقيم شكل النرجسي الاجتماعي. خلاص، واحنا طبعا عارفين ان النرجسي بيخاف جدا على شكله الاجتماعي ده لو كان نرجسي خفي. اما النرجسي الظاهر فهو ما بيهموش حد. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.